السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم سنتطرق إلى تفسير سورة التكاثر، وهي سورة مكية وعدد آياتها 8 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شرح الكلمات: ألهاكم أي شغلكم عن طاعة الله تعالى. التكاثر أي التباهي بكثرة المال. حتى زرتم المقابر أي تشاغلتم بجمع المال والتباهي بكثرته حتى متم ونقلتم إلى المقابر. كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، فارتدعوا عن هذا التكاثر. سوف تعلمون أي إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم في التكاثر في الأموال والأولاد. كلا أي حقا لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينا عاقبة التكاثر لما تفاخرتم بكثرة أموالكم. لترون الجحيم أي النار يومئذ أي يوم ترون الجحيم عين اليقين. عن النعيم أي تناعمتم به وتلذذتم من الصحة والفراغ والأمن والمطاعم والمشارب. معنى هذه الآيات: قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، هذا خطاب الله تعالى للمشتغلين بجمع المال وتكثيره للمباهاة به والتفاخر، الأمر الذي ألهاهم عن طاعة الله ورسوله فماتوا ولم يقدموا لأنفسهم خيرا، فقال تعالى لهم: ألهاكم أي شغلكم التكاثر أي في الأموال للتفاخر بها والمباهاة بكثرتها. حتى زرتم المقابر أي بعد موتكم نقلتم إليها لتبقوا فيها إلى أن تخرجوا منها للحساب والجزاء أي يوم القيامة. وقوله لهم: كلا أي ما هكذا ينبغي أن تفعلوا، فارتدعوا عن هذا السلوك المفضي بكم إلى الهلاك والخسران. سوف تعلمون عاقبة تشاغلكم عن طاعة الله وطاعة رسوله والتزود للدار الآخرة. ثم كلا سوف تعلمون، كرر الوعيد والتهديد. وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين أي حقا لو تعلمون ما تجدونه في قبوركم ويوم بعثكم ونشوركم لما تشاغلتم بالأموال وتكاثرتم فيها. وقوله: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، هذا جواب قسم نحو وعزتنا لترون الجحيم أي النار، وذلك يوم القيامة. المشرك يراها ويصلاها، والمؤمن يراها وينجيه الله تعالى منها. نسأل الله لي ولكم النجاة من النار. ثم لترونها عين اليقين أي الأمر الذي لا شك فيه، إذ يؤتى بجهنم فيراها أهل الموقف أجمعون. وقوله: ثم لتسألن يومئذ أي يوم ترون الجحيم عين اليقين. عن النعيم الذي كان لكم في الدنيا من صحة وفراغ وأمن وطعام وشراب، فمن أدى شكره نجا، ومن لم يؤد شكره أخذ به، ولا يعفى إلا عن ثوب يستر عورته، وكسرة خبز تسد جوعته، وجحر يكن من الحر والبرد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تزول قدم عبد عبدا يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. من هدايات هذه الآيات: أولا التحذير من جمع المال وتكثيره مع عدم شكره وترك
الطاعة الله ورسوله من أجله. ثانيا، إثبات عذاب القبر وتأكيده بقوله: حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، أي في القبر. ثالثا، تقرير عقيدة البعث وحتمية الجزاء بعد الحساب والاستنطاق والاستجواب. رابعا، حتمية سؤال العبد عن النعم التي أنعم الله تعالى عليه بها في الدنيا، فإن كان شاكرا لها فاز، وإن كان كافرا لها أخذ به، والعياذ بالله. الحمد لله على نعم الله، فإنها كثيرة لا تعد ولا تحصى. نسأل الله أن نكون من الشاكرين. اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار، وقنا فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.